انا والله نحير في امر، يعيطوا في واحد الامر كان يقولوا عبد الكريم الخطابي انذاك امنيتي ان تستقل تونس والجزائر ومراكش. ما قالش المغرب، كان يقولوا مراكشيه بصيغه عامه. كان داخل يعيطوا له حزب نجم شمال افريقيا انذاك، وكان امنيته انه نكافحوا كل ونخرجوا من الاستعمار وكل بالنسبه. لكن تالمو كاين واحد الخيانات انذاك، هو استبق المغرب وتونس وخلاو الجزائر تتخبط، ومن بعد يجي مغربي اليوم هذاك ديال نصب الشهيد عندكم نتوما في واحد الرخامه تبارك الله مقسله قداش في عدد الشهداء، من ضمنهم كاين واحد المغاربه تماك تا هما كيتسالوا، تا هما حاربوا في ذاك البلاد، فاذا تا هما كيتسالوا الحق في ذاك البلاد. انا ما عمري ما شفت ان دوله حكومه مؤقته كتعطي تعهد لمحمد الخامس الحسن الثاني رحمه الله عليه من فرحه عباس تعاود خطي بان هناك مشاكل حدوديه، بمجرد حصول الجزائر على الاستقلال ديالها غيجلسوا الاخوه اطابل، واللي عنده شي حق غادي ياخذوا، وكيجيب من بلا في التنصيب ديالو الخطاب ديالو كيقول لك انا كرئيس الجزائر ملتزم بالوعود والتعهدات اللي دارت الحكومه المؤقته، وكيمشي لاديس ابابا بلا حشمه بلا حياه كيقول لك الحدود الا كان شي كادو خديناه وفرحانين به هو الكادو ديال الحدود، وكيقول لك المساله ديال الحدود الموروثه عن المستعمر. هنا فهمت السطا، من هنا كتعطيني كلمه، ومن هنا كتشد اتفاق مع فرنسا اقامه تجارب نوويه وفضائيه. اكثر من 42,000 جزائري مشات في وقت الاستقلال، من بعد الاستقلال بعد ما حررتوها بالدم وزيد وتبون خرج في التصريح مؤخرا مع الصحافه الجزائريه كان كيطالب فرنسا باش تجي تنظف النفايات الفضائيه والنوويه اللي لحد الساعه باقي كيضر بها لا البشر ولا الحجر ولا الشجر لحد الساعه. انا عطيني فين هي السيده وحاربتي وزيد. فاللي ما عنده بغيتي بالدلائل ندخل لك دابا من موقع الامم المتحده نجيب لك الخريطه اللي حطاتها الاتفاقيه اللي كتما بين الجزائر وفرنسا على الخريطه ونقول لك الحدود. ممكن اسالك سؤال انا مسكين بريء ومن دول المشرق، والله انا ما ادري. في عام 1900 بس في صدى عن من بس في صوت. طيب عام اخوي ساحة الليل، عام 1948 ايام الحرب العالميه الثانيه، في دولة عربية قاتلت مع فرنسا، من أجل فرنسا أن تمنحها الاستقلال، وقاتلت كتف بكتف مع ماما فرنسا ضد ألمانيا، ورأينا الشهداء أغلبهم موجودين في ضواحي باريس وليون وجميع المدن الفرنسية. ممكن تذكر لي هذه الدولة؟ أنا نسيتها والله أخوي ساحة الليل. ما عندك مشكله، هي ما شاء الله هي الجزائر. وما نساوش دور الجيش الصبايحيه في اللي حاربوا ضدنا حنا في المساله ديال الداخل. هذا تاريخ ما نساوها ابو عبد العزيز. لكن انا الغريب في الامر هو انه ما كينساش على لي ضاف ولا جماعه لاكوست وكيفاش الاثار ديالهم. كيجي كيقول لك انتم ما حاربتوا وما درتوا والو. من جبد لك انا من الجريده الرسميه الفرنسيه في 58 على ان القوات الجيش المغربي جيش التحرير المغربي حاربات في تندوف. وفي نفس السنه ما شاء الله كنشوفوا فيديو ديال زيارات ديغول لقسطنطين ومستغانم ووهران بالديفيلي وزيد فيديو موجود مؤرخ صوره وصوت وصوره. خلينا من الخرطي ديالك محمد. سؤال مباشر، عطيني الحدود التاريخيه ديالك قبل في 1830 قبل دخول فرنسا بنهار واحد. سؤال مازال موضوع عليك يا محمد. ممكن إضافة جواب مباشر. الأخ المحترم ممكن إضافة ما دام أنه لن يستطيع الجواب. ممكن إضافة. سير تفضل باش هو هذه المسألة ديال أنا صراحة لا ألوم هذا السيد عنده المايك يسدو عفاك هذا الجزائري. ما عنديش سد الله يعطيك السر سد. أنا لا ألوم يعني سكان وأسميه سكان إقليم فرنسا، لا ألومه بطبيعة الحال لأنه تعرضوا لغسيل دماغ خطير جدا عندما يتحدث عن الشعب ويتحدث عن مليون شهيد ويتحدث عن تحرير الأرض كلها. كيف يتصور أن تقوم يعني مقاومة في مليونين كيلومتر مربع أو أكثر؟ كيف
يعني هذا يعني يحاول ان يوهمنا او يقنعنا بانه كانت حرب في الشمال والشرق والجنوب، بمعنى على حدود النيجر وحدود مالي وحدود بوركينا فاسو. هذا عبث، وهذا خطير أن تقول 1.5 مليون شهيد، بمعنى أنكم يعني أستسمح على الكلمة يعني كنتم ذبابا وتتهمون المغرب بأنه لم يقم بحرب. هل تعرف بأن هناك في المغرب مناطق لم يستطع الاستعمار الوصول إليها من شدة المقاومة؟ هل تعرف بأن بيان فاتح نوفمبر 1954 يقول لماذا لم نتحرك؟ لماذا تحركت تونس وتحرك المغرب ولم نتحرك؟ أنتم تعايشتم مع الاستعمار وأنتم قائمون بحدود مرسومة بمسطرة وقلم، حدود موروثة عن الاستعمار وهدية من الاستعمار كما قال الأخ تحت الليل، وبالتالي لا تحاول أن تمرر مغالطات. أنتم في هذا البيان تؤكدون ما قاله مالك بن نبي. مالك بن نبي هذا مفكركم، قال لماذا تحرك الجميع ولم نتحرك نحن؟ بمعنى أنكم أول حاجة شرط الشعب في هذا الإقليم الذي هو 1 مليون وأكثر كيلومتر مربع غير متوفر فقط في شعب القبائل. ما معنى شرط الشعب؟ لا بد من استمرارية، تكون هناك استمرارية في السياسة، في الإقليم، في السلطة. هذا لم يحدث. جزء كان تابع للمغرب ولن تغير هذه المعطيات، ما دام أن الحضارة الموجودة في المغرب هي تلك الحضارة الموجودة في مدينة تلمسان والمناطق القريبة منها. شعب القبائل شعب آخر. المنطقة التي بدأ منها الاستعمار هي منطقة التي تحمل اسم تلك المنطقة لدولتكم الآن. وبالتالي هذا الكلام الفارغ الذي تحاولون أن يعني تقنعون به لن تقنعوا به إلا أنفسكم، وستستفقون في يوم من الأيام بأن ما كنا نقوله هو صحيح. أعود إلى الخريطة. لماذا الخريطة؟ أنا أعطيك ناس في بشار حاليا، ناس في بشار وفيديوهات منشورة يعني في المواقع. الحمد لله على المواقع التي أفادتكم أنتم قبل أن تفيدنا نحن. هذه المواقع الناس هناك يقولون لهم أنتم فقط مغاربة، أنتم مغاربة، وبالتالي من حقهم أن يعودوا إلى مغربهم. إن كانوا مغاربة فاتركوا لهم أن يعودوا إلى مغاربهم، اتركوا لهم أن يعودوا إلى مغاربهم. هذه خزعبلات تحاول أن تقنعون بها، فلا حاجة لذلك، لأننا نعرف من نحن ونعرف الحدود الحقة. تفضل محمد أو لازين واحد فيكم. سعيد، انا كان بريباري لواحد المداخله. شكرا. غير حتى تفضل. تكلموا 3 المغاربه لا تفضل، معليش، لكن عندهم تفضل. انا اللي عارف اخويا، تفضل. شكرا. السلام عليكم سعيد. عليكم السلام. والله العلي العظيم مصبح يعني كنت تعطيني يعني المجال كيما عطيت الاخ المغربي محمد، تعطيني بان اسمع اخويا، تفضل. شكرا. كاين لا قطعك، تفضل. شكرا. انا والله نبدا من المجال، نجيبه في المجال القانوني. 1992 الدستور المغربي يخرج 18 فبراير 1992 يقول ان ترسيم الحدود بايناها والراهي. واليوم نشوفوا في التيك توك ناس مغاربه يطلعوا مازال يقولوا الحدود الشرقيه ولا الحدود الحقه. هذه اولا. خويا سعيد باش خويا رد خويا التعقيب على الاخر بعد هو الاولاني. باش عندي مداخله في الاطار ديال محمد. الكلمه اللي كانت عنده مداخله اللي هي بسيطه جدا، واستسمح لانه شق واحد اخر. نعم، هنا كنجيو نشوفوا كنقولوا بانه كانت هنالك ثوره بين سنه 1954 وسنه 1962. غادي نقولوا نعم، كان هنالك شعب جزائري وشعب قبائلي وشعب الامه المملكه المغربيه والشعب التونسي. هادشي حتى واحد ما ينكروا. ولكن الاستغراب اللي هو كاين هنا عندما يقولون اننا طردنا فرنسا او فرنسا طردناها من بلدنا، فماذا تسمون
هذا الفيديو، اشرح لي هذا الفيديو هذا وسط من هذه المعطيات اللي دابا انت غتقول لي. اخ سعيد كبر لي اخويا الصوره، اذا كان بالامكان اخويا مزيان نشوفوه. عارفين الاخوان بين المره ما عنديش ها هو. كنتمنى منكم هذا. اوكي واخا، اسمع واخا اسمع ماذا يقول. Gardez la nationalité française. Oui, monsieur. Très bien. Vous voulez signer la déclaration? Oui, monsieur. Bougez pas. Approchez. Vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur. Très bien. Signez la déclaration. Gardez la nationalité française. غير شويه حيدوا اخويا. خلاصة القول. اوكي. انا راه عندي خلاصة القول هي اللي ما تعاودش سي سعيد، هي اللي ما تعاودش. خلاصة القول، هذا الفيديو يقول فيه القاضي الفرنسي في الجزائر المقاطعة، يقول فيه: هل تريد أن تسكن في فرنسا أو تبقى مستوطنا في الجزائر؟ على حسب اتفاقية إيفيون والتقرير الأخير لها، الاعتماد المعتمد الأخير لها يوم 19 من مارس سنة 1962. إذن فأين هو طرد فرنسا؟ لم تتحرر إلى يومنا هذا، ولكن فرنسا كان هنالك ضغط أمريكي أولا وأخيرا، وخرجت فرنسا ووقع الخونة، ولا أقول الأناس الأحرار الذين قاتلوا ضد فرنسا مع إخوانهم التونسيين والمغاربة، أقول الخونة الذين وضعتهم فرنسا بعد الحكومة المؤقتة. تم توقيع هذه الاتفاقية إلى يومنا هذا. فرنسا خرجت ولم تحرر الجزائر، فقد كبلت باتفاقية إيفيون. هذه هي الحقيقة. بغيني ما تبغينيش، يمكن لي نعطيك شي معطيات اللي هي أخطر من المتوقع. ومرحبا وألف مرحبا، ولكم واسع النظر. واسمح لي السي سعيد طولت أخويا، كاين شي موضوع آخر. مرحبا وألف مرحبا. لا تالي اخوان ونظموا معنا الحوار. لا تالي اخوان، لا ويلي مو معنا الحوار الاخوان، وانتم عارفين اللايف ديالي كيفاش داير. عيدوا الجزائر يعطوا مداخله. لا ابو عبد العزيز، لا اسمح لي ابو عبد العزيز، الله يرحم والديك. لا تفضل ازينو. شكرا سعيد. يعني ماذا بيا واحد ما يقاطعني، يعني خذيت ما فيه الكفايه من الوقت. شكرا. نعاود نولي. قلنا اليوم راكم تطالبوا بالصحراء الشرقيه ولا الصحراء ولا الحدود الحقه اللي راهم في حزب الاستقلال تاعكم. ما هوش مشكل، لكن المشكل انه انذاك في 72 كانت معاهده بين حسن الثاني وبومدين في 72 على معاهده ترسيم الحدود، ووافقوا عليها وخرجت في الجريده الرسميه 92 18 فبراير 92. تقدروا تشوفوها في الظاهر الشريف. ماهوش مشكل هذه، يعني نعاودوا نوليو الامور اللي لازم ما نهضروش عليها. ماهوش مشكل، نهضروا على ارواحكم. ثانيا عمليه الاستقلال واخذ الاستقلال بالقوه والله بالاستفتاء. انا والله نحير في امر يعيطوا في واحد الامر كان يقولوا عبد الكريم الخطابي انذاك: امنيتي ان تستقل تونس والجزائر ومراكش. ما قالش المغرب، كان يقولوا مراكشيه بصيغه عامه. كان داخل يعيطوا له حزب نجم شمال افريقيا انذاك، وكان امنيته انه نكافحوا كل ونخرجوا من الاستعمار وكل بالنسبه. لكن تالمو كاين واحد الخيانات انذاك، هو استبق المغرب وتونس وخلاو الجزائر تتخبط. ومن بعد يجي مغربي اليوم ويجي يقول لك لماذا كان خيانات جزائريه. يا اخي الخيانه كانت باينه، احنا دينا الاستقلال في 52 وانتم ديتوها في 56 لتآمر ما على باليش هذا التآمر، وتحلوه وفسروه وحدكم. خليتوا الجزائر تخبط وعطات الدم تاعها والشهداء تاعها. واليوم ما نقولش بالكلمه هذه، يعني كتطاول انه الجزائر دات الاستقلال باتفاقيه ايفيون. الجزائر لم تستقل باتفاقيه ايفيون. اتفاقيه ايفيون جات لضغوطات عمليه الحرب اللي كانت، الضغط اللي كان على الجزائر انذاك، اللي تدخل مفاوضات
إذ لم المفاوضات دخلت على أساس أنها كانت قوة في جبهة ما لتدخل مفاوضات. إذا كنت أنت ضعيف ما ندخلش معك في مفاوضات، هذا عملية سياسية معروفة. إذا كنت قوي ندخل معك في مفاوضات، معلوم هذه، ما رانا مشتركين في الأمر هذا. ثانيا اتفاقية إيفيان باينة، هي جات لوقف إطلاق النار، هي الأساس تاعها، البند الأول تاعها هي جات لإيقاف وقف النار هكذاك، وجات لأمور واحد أخرين اللي جاو من بعد، اللي الأخ سحت ما تطرقش لهم، الله أعلم ما حبش يتطرق لهم. هذه ثانيا. ثالثا أنه العملية السياسية اللي كانت في الجزائر مع مؤتمر الصمام اللي كان يحكي عليه الأخ، ما نعرفش، اللي كان يقول الأخ محمد مقبيل، كان يقول أو مؤتمر الصمام ولا من هذا القبيل، كان يقول أنه الجزائر، الله أعلم لا ما غلطش، صحوا لي لا ما غلطش، أنه كانت يعني تتآمر ولا سماها، بقينا احنا الاخرين. يا خويا السؤال تاعك راهو في الجواب تاع هذا السؤال راهو في السؤال تاعك، عاود راجع واسمه، ونخلي الاخوان السؤال واحد اخر. تفضلوا. شكرا زين. سير سحت الليل، انت بغيتي تتكلم. شوف انا اختصر ما غاديش نطول. شوف لا تا مروان، الله يضحك عليه، لا تا خويا مروان، الله يرحم والديكم. شوف خويا سحت الليل، انت عندك حق الرد، فهمتيني؟ من بعد غادي تعطي الكلمه لجزائري اخر، ابو عبد العزيز، ومغربي عاوتاني، فهمتيني؟ ما يكونش جوج مغاربه وواحد جزائري وهادي، باش يكون ديما داك التفاعل، داك حق الرد، ماشي من اللي نشدو حنا موضوع في جهه شويه نقزو واحد اخر لجهه اخرى، نبقاو شادين واحد الريتم. الله يرحم لكم الوالدين ونظموا معنا الحوار. انت تحت الليل واحد 10 دقائق غادي نرجع، ياك؟ الله يرحم والديك. تفضل سحت الليل، تفضل. شكرا. بارك الله فيك. سمحوا لي انا نروح سعيد، بارك الله فيكم على الاتاحه. شكرا. نروح عندي خدمه. بارك الله. تحياتي لك خويا زين. ربي يعاونكم، وسامحونا لكن غلطنا فيكم. شكرا. لا خويا مرحبا بك، اسمح لينا. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. شكرا. تفضل سحت الليل. بارك الله فيك اسيدي سعيد. انا ما غادي نستغرب انا زينو قال واحد المجموعه ديال الكلام، انا نلزمو ببيان اول نوفمبر اللي كيفتخروا به كل جزائري، وموجود في الموقع الرسمي ديال وزاره الاتصال الجزائريه، وحتى الموقع الرسمي ديال الوزاره وزاره المجاهدين، وحتى الموقع ديال الوراديه ديال بيان اول نوفمبر اللي كيتكلم وكيقول ان احداث المغرب وكل احداث المغرب وتونس، كيقول ان احداث المغرب وتونس لها دلالتها في هذا الصدد، فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري في شمال افريقيا. ومما يلاحظ في هذا الميدان اننا منذ مده طويله اول داعين الى الوحده في العمل، هذه الوحده التي لم يتح لها مع الاسف التحقيق ابدا بين الاقطار الثلاثه. ان كل واحد منا دفع اليوم في هذا السبيل، اما نحن الذين بقينا في مؤخره الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته الأحداث. هادو القادة 6 اللي كتبوا هذا البيان ما يمكن لا انت ولا غيرك ولا أي جديد ينقروه. هذا واحد. جوج، انت كتهضر على الاستشهاد ديال الكلمة ديال محمد، ماشي عبد الكريم الخطابي، وإنما محمد بن عبد الكريم الخطابي. فأنا بالتالي عندي رسالة كيتشكى فيها من كل من أصدقاء أو الجيران تونس والجزائر، فانهم اللي كانوا كيتحاربوا مع العدو، وكان الجيوش او الجنود الجزائريين والتونسيين كيحاربوا مع العدو، موجوده ومؤرخه وما يمكن حتى شي واحد ينكرها. هذا واحد. عندنا الصوره ديال في المنفى ديالو مع جلاله المغفور له محمد الخامس، فبالتالي هذه لعبه بعيد. نمشيو لقاعده البيانات ديال الامم المتحده، نشوفوا الترسيم ديال الحدود بينكم وبين فرنسا ديك الساعه على حسب الاتفاقيه ديال اتفاقيه ايفيون. انا ندخل لك دابا، ما يمكن لا انت ولا غيرك ينكر هاد الحقيقه هذه، وهي موجوده فيها حتى لي بور بارلي دايفيون. ويكفي ان محمد لامين بلغيت
في الحوار ديالهم مع فرانس 24 على اتفاقيه ايفيون على انها ساريه المفعول. هذه ناسيون زوني، ها هي treaties.un.org. غنشوفوا تريتيز ما بين مين؟ غنشوفوا ما بين الجزائر، ها هي نخش على دوله الجزائر وغنقلبوا على فرنسا. هنا غيعطينا الاتفاقيات اللي كاينه ما بين الجزائر وفرنسا. نشوفوا فرنش فرونس ها هي فرونس، غنهبطوا شويه وغنقلبوا هنايا. غيعطيني اتفاقيه، غيعطيني جوج اتفاقيات. غندخل لهادي، ها هي عاوتاني نعاودها لكم المره الثانيه. نتيليشارجيها وغادي نفتحها. غتعطيني واحد الخريطه هنا. هاد الخريطه غنشوفها هنا كوبي نسخه طبق اصل. سلمت الامم المتحده في باريس في 7 اكتوبر 1963. ها هي. غنشوفوا الحدود الحقه ديال الجزائر. ها هي هاد التخطيط هذا، ها هو الجيريا، ها هي الجيريا شي الجيري، وها المغرب، ها ماروك. ولكن هاد لازون كامله سميتها لو صحارى. هادي هي الصحراء الشرقيه. وهذه موجوده في قاعده البيانات ديال الامم المتحده واتفاقيات فيها كاع اتفاقيات ديال الدول العالم كامل. يكفي انك تسيليكسيوني الدول اللي بغيتي تطلع لك فيها الاتفاقيات ديالهم. هذا واحد. اما بالنسبه للقضيه ديال التسطير وليس ترسيم او تخطيط، تسطير الحدود اللي كيتكلم عليها المغرب ما قدمهاش في الامم المتحده. اللي قدمتها في الامم المتحده هي الجزائر. الخرق ديال البروتوكولات، نجيو نجبدوا البروتوكول او الاتفاق ديال 1901 1902 ديال 69 ديال 72 كامل اتفاقيات اللبغنيه وزيد. الجزائر خلقت عدد ديال البروتوكولات، ومنها البروتوكول الصداقه في الاحداث ديال العرجاء وزلمو وزيد. وهذا اتفاقيه ديال غرض الجبيلات. فبالتالي زينو عندنا واحد القضيه. المغرب رسميا، انا نقول لك المغرب رسميا حاليا عندنا القضيه ديال المطالبه بالحدود الشرقيه مساله وقت. وماشي الكلام معكم، الكلام مع فرنسا لان هي اللي سبب اقتطاع وهي اللي اقتطعت الارض. فبالتالي زينو هذه اراضي حقه. هذا تاريخ ما تنقروا لا انت لا غيرك لا اي واحد في التاريخ. وكاينه لي بوك بارلي ديفيون تاني نجبدها لك اللي غيقول لك ما كاش منا. لي بوك بارلي ديفيون فيها التعاون العسكري، فيها التعاون الجزائري الفرنسي في شتى المجالات، في الحركه، في الاقلام السوداء، في التعاون العسكري، في زيد. وهذيك ما غاديش تحيدها لا انت لا غيرك، لان تبون قال في قبل الخطاب قبل الاخير مع صحافي قال لك ايفيون ما تخلاش عليها فيما يخص المصالح ديال الجزائر. محمد الامين بلغيت ويوسف بن خداف في اتفاقيه ايفيون ورضا مالك اللي كيقول الجزائر في ايفيون يقرون كريم بالقاسم او زيد على انهم اعضاء ديال الحكومه المؤقته كانوا في اتفاقيات ومباحثات مع الجزائر مع الحكومه الفرنسيه في المسائل الحدوديه. فبالتالي زيدوا هذا تاريخ ما نقروا لا انت لا انايا. المهم بارك الله فيك. انا كملت الكلمه ديالي. خويا ابو عبد العزيز اللي بغى يتفاعل مرحبا بما جا سعيد. عندي حق الرد ولا ما عنديش؟ لا مازال انا قبل منك، مازال انا قبل منك، لا مازال انا قبل منك. انا اللي خصني نرد عليك انت. تفضل. ممكن اسي سهل. لا هو انا عندي تساؤلات لانه انا درت مداخله انت ما قدمتش حتى شي حاجه. تفضل يا محمد باختصار بارك الله فيك باش ندوروا لا كلمه. باختصار لان علاش باختصار هي لا تنحس باننا نقوم بحوار الطرشان. حنا تكلمنا على مسائل اللي هي واقعيه ملموسه تاريخيه، ولكن هو جا حط لنا نقول بالدارجه ديالنا خربق لنا كاع الموضوع. ما تيميش ما بين الدستور وما بين الجريده الرسميه بصفه النهايه. لا يعرفون معنى الدستور مع الجريده الرسميه، لا يعرفون المغزى من خطاب عبد الكريم الخطابي والحديث على 3 دول ماشي على ما يتكلمون عنه الان. ويقول بان انا جوابي في كلمه لماذا لم تتحركوا، ويقول اتفاقيه ايفيان كانت لاسباب اخرى. لم يقدم جوابا بصفه النهايه. نريد جوابا منك يا جزائري، نريد جوابا على هذه الاسئله، نريد جوابا لماذا لم تتحركوا، نريد جوابا عن ما هي الاسباب الاخرى التي من اجلها اقيمت اتفاقيه ايفيان. نريد جوابا. الله يعطيك السر، جاوبنا على المساله هذه.
الله شكرا محمد. ساعات نضحك وحدي، يعني تريد جوابا، جواب راهو هنا قدامك، الجزائري حر والجزائريين كل احرار. هذا هو الجواب اللي نقدر نعطيه. خلينا دابا من الجزائر ولا معتقل، وخلينا جاوب كمل يا اخي، خليتك تكمل. جاوب تقول لي حر ولا واش حنا عندنا، واش دابا حنا في العبيد ولا جاوب صاحبي الله يهديك. خليني هنا نتكلم ما قاطعش. استنى زين محمد، على واش بغيتي يجاوب، على واش بغيتي يجاوب دكتور؟ ماشي نوبتك انت، ماشي نوبتك الله. معليش يعني نسى، هاي صح، ماشي نوبتك الله. معليش اسمح لنا. شكرا. شوف، قلت لماذا نحن الاخرين، قلتها لك ونعاودها لك. احنا الاخرين لان هناك انذاك كانت حزب يعيطوه حزب نجم شمال افريقيا، وروح اقرا عليه، وهذاك الحزب يقول انه ندافعوا على شمال افريقيا وكل كشعب واحد. لكن الاتفاقيات اللي جات على ظهر الجزائريين والطعن في الجزائريين وراء تحت الطاولات انذاك كانت انه الشعب الجزائري هو اللي دفع الثمن للتطاول انذاك تاع النظام المغربي والنظام التونسي، انهم يديوا الاستقلال قبل الجزائريين، وهذا ما يدعو للسخريه للسؤال تاعك. ثانيا نروح لمحمد سحت، انه سحت الليل انا نجيك من منظور تاعك ونعطيها لك دوك. هذيك الصحراء هذيك كاينه في الاتفاقيه تاع إيفيان، انه الجزائر لا تتخلى بمتر من الصحراء الكبرى. ونعطي لك الدليل انه الاستقلال كنا قادرين نديوه ب 58، يسمى احنا رفضنا وقلنا لا نكملوا الكفاح حتى نديو الاستقلال. نعطي لك الدليل انه اتفاقيه مفاوضات إيفيان قعدت 4 سنين باه اتفقوا فيها 18 مارس 1962، يسمى من هذاك الوقت والجزائر ما زالت تكافح باه تدي الصحراء. واليوم باه تعرف، انا نعطي لك دليل باللي ما تعرفش شو هي اتفاقيه إيفيان. اتفاقيه إيفيان كنت تعطي لي دات نتاع الصوت يا اخي، الصوت. شكرا. لي دات اللي تعاودوا شاك 8 طون، شاك كل 10 سنوات، كل 8 سنوات يتعاودوا. كاين اتفاقيه 68، كاين اتفاقيه 73، كاين اتفاقيه 84، كاين اتفاقيه 96، كاين اتفاقيه 2002، وهي يتعاودوا. كاين يتسحبوا فيها بنود ويتزادوا فيها بنود. هذه اتفاقيه الدول اذا تحوس على الاتفاقيات. اما انت كمغربي ما تقدرش تعطي لي حتى بند من بنود معاهده اكسليبا. اذا تهدر تاع البنود يا خويا تفضل، هدرنا على اكسليبا اللي ما زالت المغرب تحت السيطره. زينو نوقفك هنا دقيقه على الشاوي طلعتي انت حتى انا ملتزم، انا هنا صاحب اخي السعيد خليه يهضر، دير ميوت على الاوراسي، ما بغيتش ندير السلطه لان صاحب اللايف ما كاينش. انا هنا كمنظم ما غاديش ندخل في اطار النقاش. ما عرفتنيش ساحت الليل، انا ود البلاد اللي نطلع معاه. عارفك مزيان الحبيب ديالي. طلع لي اكس ليبر بارك الله فيك وفهمني كيف ما غنطلع لك انا لي ايفيون، غنطلع لك بونو ديال ايفيون، طلعها ليا وناقشوها. طلع انت ساحت الليل. دير ميوت بارك الله فيك. الاوراسي الكلام ماشي موجود، خلينا راح يضرك في هذه تاع اكس ليبن على بالي، على هذا هضرت. يلا حبيبي انت وياه بجوجكم، الا فيكم شي واحد راجل وذكر طلعوا لي اتفاقيه اكس ليبون وفحموني وسكتوني. واحد فيكم يطلع لي اكس ليبون ويناقشها معايا بوند طلعها انت. ايدو خاطيك البينات على من يدعى. الا سمي واحد فيكم ذكر وراجل وفحل عامل روحك. ما عنديش دوزيام تليفون ايدو ما عنديش دوزيام تليفون، سينو ضرب عن طلعها دابا. شكون اللي قال اكس ليبان؟ اللي قال هاي مروان اللي قال اكس ليبان طلعها. انا اللي قلتها طلعها على ما نقاش. مروان بارك الله فيك. اسمع لا هنا غنظموا النقاش بهدوء وبحوار بدون عصبيه بدون تشنج. يا الشاوي يا الاوراسي هنا طلعوا لنا اتفاقيه اكس ليبان بوند واعطيني من الموقع الرسمي وناقشوني وفهموني فيها. انا غنجبد لك لي بور بارلي دافيون
وغنجبد لك البنود ديال ايفيون من الامم المتحده، من قاعده بيانات الامم المتحده. جيبوها ليا وسكتوني انا كمغربي. الدليل معلم، ما كانش ما تقولش يا خرطي وتدخل ليا في كذا وفي كذا. انا ميوت، واحد فيكم ياخذ الكلمه بكل هدوء ونقاش واريحيه. طلعوا لي اتفاقيه اكس ليبون. بارك الله فيك. واش يا ساعة الليل، هذا سؤال سألك فيه انت. كيما تجبد البنود تاع الجزائر، انا تجبد لنا دي فيديو، تجبد لنا مؤتمرات وعلاقات وكل شيء، اجبد لنا هذا. عمي على روحك خويا. سعيد انا خويا ملي غادي نتكلم عليك، انا ملي نتكلم عليك خاص الدليل يكون عندي باش نكون منطقي وواقعي معك. ملي غنتكلم عليك خاص الدليل يكون عندي، والعكس صحيح. راه القاعده باينه على من ادعى. هذا زينو هو يجبد اتفاقيه ايفيان يجبدها وحده بوحده. تفضل ابو عبد العزيز تعقيب. دابا حاليا زينو والشعب عندي تعقيب. انا عندي تعقيب. اولا استقلال الجزائر، وانا عندي كل البنود لاستقلال الجزائر. استقلال الجزائر كان هو صحيح الملك سعود دعم، وكان الدعم انا موجود عندي ومسجل كل شيء، لا تبغوني اطلعه. حتى ان الاغاني اللي كانت تبث على اذاعه قناه الرياض، الاذاعه اللي موجوده، استقلال الجزائر اتى من داخل الامم المتحده، من داخل الامم المتحده. اما انه يقول الاخ شهداء، نعم هم قاتلوا كقتال قاتلوا، لكن الجزائر فرنسا لم تخرج من الجزائر إلا بعد أن دخلت الملف الأمم المتحدة، والأمم المتحدة ضغطت على الدول المستعمرة أن تغادر استعماراتها. ولو تبغيني أطلع لك إياها بكل التقارير، صوت وصورة واتفاقيات موجودة. أما أنه يقول غادرت الاستعمار غادر بسبب القتال، هذا غير صحيح. هو غادر بسبب الاتفاقيه داخل يا ودي ابو عبد العزيز، ما راك تجيب هاد الاخبار؟ انت راك كاع اوت، راك كاع دايخ انت، والله لا راك دايخ انت، راك اوت ابو عبد العزيز، والله لا راك اوت كاع انت، والله حول ولا قوه الا بالله. ما عندكش. اسمح لي خليني نقول له انا، خليني نقول له يا ابو عبد العزيز، خلينا نهضروا. اسمعوا تهضر سحت الليل والله لو كان عندي الدوزيام زين، والله لو كان عندي الدوزيام تليفون غير نجبدو بعد تاع اكس ليبن 10 بنود او ساحه الليل، لو كان يجبدهم من الواحد ل 10 كاينه. يلا والله 10 تقلب على شي. اسمع، انت تعرف خير من المسؤولين المغاربه، انت تعرف خير من المسؤولين المغاربه، تعرف خير من العصيده، انت تعرف خير من الوزراء السابقين تاع المغرب. علاه انت وزير انتيا؟ اجبدهم درك بعد 10 بنود. مروان صبر، مروان صبر، علاه انت تعرف خير من الله يطول عمرك مروان، الله يطول عمرك. على بالك لا زينو، عبالك تتكلموا وكانكم مؤرخين. على بالك الشاوي واحد فيكم يتكلم يا زينو. يا ود هاو زينو دوك يتكلم. هاي شكرا. صحت الليل. بملاحظه انك كي دير لي الميكرو انا ما نقدرش نحل الميكرو من عندي، وهذا لا انا نوريك زينو كيفاش غتبان لك على الصوره ديالك كيطلع لك ان البوسيبيليتي تحل المايك ولا تحل الميكرو. شكرا. علاش؟ لان تخالطات الاصوات درت لكم ميوت كاملين. معليش مش مشكل. وانا ميوت طلع لي اكس ليبون. بارك الله فيك. انا ايدو يقمعني، انا ايدو اذا في مداخلتي يا سحت الليل ايدو. نتكلم ولا نسكت؟ شكرا. شوف انا نعطيك دليل ان الشفافيه شاوي الله يحفظك. شكرا. نعطيك ان الشفافيه كانت في الجزائر ولم تكن في المغرب انذاك. 19 احنا دينا لا سيناتور تاع اكس لي بانك تاع ايفيون كانت 18 مارس، و19 مارس خرجت في الجريده الجزائريه اللي يعيطوا لها المجاهد. اما في المغرب ليومنا هذا، ونعطيك بالدليل، ليومنا هذا ليس هناك بنود موجوده تعطيهم لي. انا جزائري، انا ما نقدرش نجبد، لانك انت مغربي ثاني ما تقدرش تجبد البنود تاع اكس لي بان، سواء من الجانب الاقتصادي او من الجانب الديني اللي تطرق ليه وزير الشؤون الدينيه المغربيه في البرلمان، اللي اعطى وزير الداخليه قال لهم انا كنا في غرفه، يعني حتى الصحافه ما على بلاش بهذاك الشيء، يعطي له تبريرات احنا دوله علمانيه. هذو من
من اتفاقيات اكس ليبان، لانه جا خليني نكمل ساحت الله يحفظك. لا انا غير فتحت المايك لان انا هذا الكامل ما عندي ما ندير. انا طلع لي الاتفاقيات ديال اكس ليبان. اكس ليبان انت كمغربي شوف اخويا تفضل دابا واش بجوجكم غتناقش معكم ولا واحد؟ لا نسكت ها ندير ميوت. بارك الله فيك. انا ملي غادي ندخل الامم المتحده فيها قاعده البيانات او الاتفاقيات ديال الدول العالميه كامله. ملي كنقلب كنجبر اتفاقيه ديال ايفيون، كنلقى اتفاقيه ديال لي بور بارلي ايفيون، كنلقى لي زارتيكل ديال اتفاقيه ايفيون، كنمشي كنشوف مسائل كنجبدهم. انا بالمقابل كمغربي كنقول ليك انت عندك ادعاء بان هناك اتفاقيه اكس ليبان تكلم عليها وزير الاوقاف، تكلمت عليها منيب، تكلم عليها كما قال الشاوي الاوراسي هذاك ديال عصيد. انا ما كيهمنيش طلع لي البنود ديالها وفحمني وسكتني وما نبقاش نعاود نهضر، لان اتفاقيه ما بين الدول كيدوز واحد عدد السنوات كترفع عليها دقيقه الشاوي كترفع عليها السريه. وهذه اتفاقيات بين الدول ما تجيش تخلط علي تقول لي انا سريه ولا كذا ولا كذا. اي اتفاقيه في العالم سواء كانت مخابراتيه او كيف ما كانت كترفع عليها السريه في عدد ديال السنوات 20 سنه للفوق. ابو عبد العزيز بارك الله فيك فتح المايك وغادي نسولك وجاوبني مباشره الله يطول عمرك. الله يكرمك تفضل. عمرك شفتي اتفاقيه بين دولتين سواء سريه او علنيه واش كتجي واحد المده كترفع عليها السريه؟ بارك الله فيك. انا ميوت. تشوف انا امامي اتفاقيه ايفيان، تبغاها انا اعطيك بنودها. تبغى اتفاقيه ايفيان؟ انا عندي بجوج ابو عبد العزيز. انا كنهضر على لا اجبد اكس ليبن ابو عبد العزيز، اجبد اكس ليبن اجبدها طلعها يا الشاوي وفحمني وسكتني يا الشاوي. انا كمغربي ما تخلينيش باقي نهضر. طلع لي اتفاقيه اكس ليبون جبد لي البنود ديالها مي مصدر موثوق. ما تربطش لي تقول لي تي جي في حقا هاد الشركه كذا اتفاقيات. شوف اتفاقيه ايفيان هي دقيقه ابو العزيز بارك الله فيك وندير ميوت. اتفاقيه اكس ليبون من قاعده البيانات الامم المتحده اولا من الجورنال اوفيسيال الفرنسي او من الجريده الرسميه المغربيه. وهنا ميوت بارك الله فيكم. هذا هو المصدر. اعطيني داك الشيء بمصدر موثوق. تفضل ابو العزيز اسمح لي قاطعتك بارك الله فيك. سنا ساحت اللي ما ديروش بيناتكم غير انت وعبد العزيز. فهمني انا بورطابل دوزيام ما عنديش دركا. لو كان عندي درك بعد نجبدوا بالفيديو باسنا دقيقه يا اخي دقيقه برك دقيقه يا اخي. انا من الصباح ما هضرتش انايا. انا ما هضرتش انايا. انا ما هضرتش انتم مررتم. لا حول ولا قوه الا بالله. كنت تهضر مع زينو انت مررتنا. اسمح لي لا ما تقول شي حاجه ماشي هذيك. اسمح لي الله يعطيك الستر. اسمح لي كيف انت من الصباح تهضر لي في هضرات خاطئه خلاص ومن بعد تزيد تقول اتفاقيه جبد الاتفاقيه يروح انت جبد. انا لا سال البينات على من يدعي جبدها يا ولدي. شوف يا ما عنديش دوزيام. اسمع الله يعطيك الستر. زينو من الصباح هو تيتكلم تيقول لك لا واش بيه هذا واش بيه انت تهضر في الصراع. لا حول ولا قوه لا ولا حول معك انت. اسمح لي الله يعطيك الستر. زينو كان وعلى ما هضرتش على خليني نتكلم لا خليني نتكلم ما عطيك زين. تكلم اخويا تكلم حتى الغدوه ما تحبش. ما تقدرش تواصل لان صعيب عليك. البينه على من دعا. جبدنا الاتفاقيه الله يعطيك السر. اتفاقيه جبدها لنا. عطيه ما تقوليش ما عنديش تليفون. ما طلعش صفه نهائيه. ما طلعش. جبدها سحت اللي ما فيش بينات صوالح. انت من الصباح تخرج عليا من الصباح انت تهضر في الزهر. ما جبت حاجه دليل. ما جبتش دليل. وعلى ما تروحش الكتاب الناصري تقرا فيه خير لك. الكتاب الناصري 27 كتاب الله درك كتاب المرجع نقطة نظام. أنا هنا من نقطة نظام. محمد بارك الله فيك ضبط حسابك أخوي العزيز. ما نحولش الموضوع. الله يطول عمرك أخويا محمد. غير بالعقل بلاتي أحسن. اسمح لي باختصار بيناتكم بارك الله فيك. طيب اوكي اسمح لي ساحة الليل. يقول لك اختلفت الآراء حول مضمون اتفاقية إيفيان اتفاقية إيفيان 18 مارس عام 1962. فهناك من يراها نصرا ساحقا وإنجازا تاريخيا عظيما إلا أنها حققت مطامح الجزائريين الذين أعلنوا عنها في بيان أول نوفمبر عام 1954. وهناك من يرى في بنودها تخاذلا
وتنازل عن حقوق الجزائريين لصالح الطرف الفرنسي، فهي إذن لم تحقق الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء. فعلا يعتمد كل طرف في إصدار حكمه. يعني فعلا الاتفاقية لو نقراها هنا في موقعها. الله يطول، انا نقاطعك هنا باش نخلي ننظم الحوار. انا الا عندك هاتف ثاني في اليوتيوب كتب محمد لامين بلغيت حواري مع فروس فاتكات حول اتفاقيه ايفيون، حوار فيه 5 دقائق، سمعوا وتمتع. هذا مؤرخ واستاذ جامعي جزائري. يا سعة الليل يا سعة الليل يا ابو عبد العزيز، يا ابو عبد العزيز، هاد لارشيف تاعك تاع الخيمه هذه راك جايب هاد لارشيف هذا من الخيمه نتاعك، بركه ما تعقنا ابو عبد العزيز، خلينا نحترموك شويه. انت ما عندكش علم كاع بهذا الله يهديك. واش راك تهضر؟ راك غير تخرج تخليهم هما راه عندهم. شرب قهوتك، ما عليك، شرب قهوتك. إذا تعصب الشاوي ما شاء الله انت عندك محل للبيع بالجمله وبالتقسيط، وشفنا ما شاء الله عدد الهواتف اللي كتبيع. حبذا لو تحلوا هاتف واحد، فهمتيني؟ حلوا يا اخي نعطيك سؤال الشاوي ما رايك فيه كريم بلقاسم؟ يا اخي انتم تهضروا ديما على القبائل. كريم بلقاسم واش بالك فيه يا الحبيب؟ شكون اللي قتل الامير بالقاسم؟ شكون اللي قتل كريم بالقاسم؟ شكون كريم بالقاسم؟ وشكون وين كان كريم بالقاسم؟ في فندق في المانيا. لا حول ولا قوه الا بالله. دقيقه يا غير العقل ديال الاوراق. شو تخليونا نهضروا ولا ما تخليوناش؟ يا خلينا نسمع. الرئيسيه او الوظائف الاساسيه التي تعتبر تاسيسيه للجمهوريه الجزائريه، كما نتحدث مثلا عن ميثاق طرابلس، عن بيان اول نوفمبر، عن مؤتمر صمام. الا يعد ذلك يعني حجه كافيه ودامغه لمن يصفونها بانها مجرد نص فرنسي خالي من التاثير، يعني خالي من القوه التاثيريه؟ شوف، في الحقيقه انا لا اتحدث من نفسي، انا استند الى اقوال الشهود. ابو عبد العزيز الله يطول عمرك، مع فروس فانتكات مع جريده فروس فانتكات في 5 دقائق. انا عندي بغيت نسمعوا، ولكن كنت كطرف محايد واستشهاد. الشاوي بارك الله فيك، مولف كتفتح تجبد لنا الكتب ديالك داكشي. التليفون تاعي جبد لي اكس ليبر فرنسا 24 يعني في الخدمه يا ولدي البورطابل نسيتو، سينو بعد نعتك الكتاب، فهمت ولا؟ علاه ما تروحوش اسنس دقيقه. سؤال برك يا سؤال برك، خليني نهضر. والله لا ندير ميوت، يا من الصباح انت تهضر يا غير ندير ميوت. انت من الصباح انت تهضر ساعه وانت تهضر. صليتي العصر غير دقيقه. تليفون نسيتي غدا ان شاء الله فاك جيب معك التليفون، جيب لي اتفاقيه اكس ليبون وفهم لي فيها. بارك الله فيك. انا ميوت. ينضم إلينا من الجزائر العاصمة الدكتور محمد لامين بلغيث، المؤرخ والأكاديمي في جامعة الجزائر. أهلا وسهلا بك دكتور. 60 عاما تمر على اتفاقية إيفيون، ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق في علاقات البلدين وملفات ذاكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. صحيح أن الحرب قد وضعت أوزارها، ولكن تبقى مخلفات الحرب حاضرة إلى اليوم في ذاكرة الجزائريين، ولو مرت علينا 1000 سنة كاملة. لكن تبقى أنه غدا بحول الله عز وجل سيحتفل الجزائريون بعيد النصر. 60 سنة مرت على اتفاقية إيفيان، بما فيها من عيوب وبما فيها من إيجابيات، ومن إيجابيات الراقية والمتميزة توقيف الحرب بين أمتين ودولتين. لكن تبقى أن هذه الصفحة ستبقى مفتوحة إلى أن يجد السادة في الإليزيه والسادة في المرادية حلولا لقضايا متشابكة لا يمكن الفصل فيها هكذا بسهولة. ملف الذاكرة، التعويضات، ملفات متعلقة بتفجيرات نووية في ركان وإنكر وغيرها، وكذلك المفقودين. ولأكثر من ذلك هذه الجرائم التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم كما قال رئيس الجمهورية، هي صورة أخرى من الصور التي ستبقى دوما عالقة بيننا وبين الفرنسيين. إضافة إلى ذلك هناك مشكل كبير جدا يتعلق بمسألة الاعتراف بأن ما وقع في الجزائر ليس كما تقول الدراسات الفرنسية أو وسائل الإعلام حتى عند المؤرخين المحترمين بأنها أحداث الجزائر، l'événement de l'Algérie. الحرب التي كانت بيننا وبين الفرنسيين كانت حرب قاتلة
نحن نتحدث عن مليون ونصف مليون جزائري، الفرنسيون يتحدثون عن 30 إلى 40 ألف، لكن ستبقى ذاكرة الجزائريين إلى 1000 سنة تتذكر في يوم من الأيام أن أولئك الذين قدمنا لهم المساعدة واعترفنا بدولتهم وسيادتهم أيام ثورة 1989 قد خانوا العهود ودمروا بلد كان يملك حضارة وعمران متميز. هذه تقريبا دكتور أريد أيضا أن أعرف منك أنت الأكاديمي والمؤرخ، ماذا عن ما لا نعرفه عن هذه الاتفاقية؟ مؤخرا هناك من المهتمين وفي بعض الأحيان من يصفون أنفسهم بالمؤرخين يقولون إننا لا نعرف كل شيء عن الاتفاقية. هذا بالمناسبة هذا كلام غير صحيح. الشيء معروف يعني عند المحترمين من الجزائريين من السادة السياسيين أو من المؤرخين من أصحاب الكعب العالي أنه فيه 3 محطات يجب أن تدرس. أن أولا حاجة سموها لي بور بارلي، المحادثات، تمت محادثات بين وفدين معتمدين، الأول بقيادة لوي جوكس ووفد كبير جدا من المتخصصين بأمر من رئيس الجمهورية الفرنسية شارل دوغول، وأعطاه كارت برونش، بطاقة بيضاء، لأن يوقع ما يطلب الوفد الجزائري بالبنط العريض. هذه المحادثات هي التي أسفرت بعد حوالي أسبوع إلى 10 أيام إلى إنهاء كثير من الجدل. الأول هو الاعتراف حقيقة ب3 قضايا تعتبر مقدسة عند الجزائريين: وحدة الوطن، التراب الجزائري، وحدة المجتمع الجزائري، السيادة الكاملة على جرفنا القاري وسمائنا وأرضنا، ما عدا بعض القضايا المتعلقة بالطريقة التي سيوجد بها جيش استعماري يزيد عن 1,000,000. الأمر الثاني والمهم جدا الاتفاقية موقعة بين الطرفين ومعترف بها دوليا عند السلطات الجزائرية والسلطات الفرنسية وحتى عند هيئة الأمم المتحدة سلمت لهم نسخة. الآن هذا الكلام تاع الغوغاء أنه فيه بنود سرية أو غير بنود سرية، لذلك كنت أريد أن أفتح الموضوع معك أنت كدكتور وكمؤرخ كي تقول هكذا في وسيلة إعلام. لا والله شوف، أنا نقول فقط، أنا دائما نقول أنه اتفاقية إيفيان 99% في صالح فرنسا. هذا الكلام لا يقوله الأستاذ بلغيث الأكاديمي أو المؤرخ أو شيء من هذا القبيل أو المواطن الجزائري في أعماق هذا الوطن، لكن يقوله واحد من كبار الساسة الذي أو الذي فاوض السلطات الفرنسية اللي هو بن يوسف بن خدة، يقول أن الاتفاقية في أكثر من 99% لصالح الفرنسيين. نحن لا نملك إلا البند الأول. عفوا. أشكرك دكتور محمد. بارك الله فيك ابو عبد العزيز. خلاص قالوا عن الجزائر كتملك البند الاول و99% لصالح فرنسا، وهذا كلام محمد لمين بلغيث وهو مؤرخ واستاذ جامعي. قال يوسف بن خدة من اعترف فيها. بن يوسف بن خدة رئيس حكومه ثاني، رئيس حكومه مؤقته، وعنده كتاب ديال ايفيون، وكان كتاب ثاني اخر ديال رضا مالك الجزائر في ايفيون. هذا ماشي كلامنا، هذا المصادر ديالهم وقاعده البيان. ملي كدخلنا قاعده البيانات الامم المتحده جبدنا لي بور بارلي. ابو عبد العزيز بعد بنود اتفاقيه ايفيون. سمعنا صايه ساحه الليل، صايه سمعنا. ابو عبد العزيز اهلا. ابو عبد العزيز ايوه اسمعك. دير اتفاقيات ولا بنود اكس ليبن، وخلي المؤرخ المغربي يتكلم عليها ونسمعها مع بعضنا. انت درت ايفيون، زيد كون رجل ودير اكس ليبن. بارك الله فيك. اعطيني اسم المؤرخ. دير اكس ليبن برك دير. لا اسم المؤرخ. سمعت ابو عبد العزيز؟ اسم المؤرخ الشاوي. يعطي انا كيما عطيته اسم المؤرخ، عطي اسم المؤرخ باش يكتبوا، ما عنديش مشكل. اسم المؤرخ بارك الله فيك يا الأوراسي، اسم المؤرخ المغربي الذي قلت على أنه يتحدث عن اتفاقية إكس ليبون. أنتم ما تهزوش بالمؤرخين المغاربة، أنتم ما تشتيوش المؤرخين المغاربة. لو كان جيتوا تهزوا راكم تهزوا بالناصري. الناصري وبالكتاب الاستقصاء. ابو عبد العزيز من بعد ما وري الصوره من تبغي تكتب باش ما يقولش لا راه ما كايناش. يبغى منه ايش يكتب ايش اكتب؟
اكتب لي اتفاقيه اكس ليبان مؤرخ مغربي شكون هو الله صحت الليل قول لي وريه ابو عبد العزيز راه كان بالامكان وريه الصوره بانك انت كتبتي. مروان بارك الله فيك اخويا مروان، هو يجبدها، هو قال لك ما عندوش هاتف. اتفاقيه ايش؟ اكس ليبان ايوه سميتو تعرف المغربي مع عبد العزيز، تعرف لماذا سميت اكس ليبان؟ لانها اقيمت في بلده في فرنسا، وايفيون يعني في النمسا. المغربي من؟ عطني اسم يلا تبي نطلع عليك. دير اي مؤرخ مغربي برك، ولا وزير مغربي يتكلم عليها، اي واحد يتكلم عليها. عطني اسم. دير عصيده ولا دير اي حاجه. عصيده هذه انا اروح نقولها في بيتي. دقيقه. عصيد ليس بمؤرخ، وانما هو مدير سياسي وعلى باله، هو يعرف شو اكس ليبان. دقيقه يا رب يا الاوراسي بشويه عليك. محمد لامين بلغيت هو استاذ جامعي ومؤرخ جزائري، هذا التعريف اللي معرف به راسو وعنده مقابلات رسميه. محمد عاصي المهم دير اكس ليبان ابو عبد العزيز، دير برك اكس ليبان، دير اي فيديو برك دوك يخرج. نعاودها المره الثانيه. محمد عصيد ليس بمؤرخ الشاوي. واش تكلم محمد عصيد ليس بمؤرخ يا الشاوي، بارك الله فيك. نعرف على بالي يا ولدي، نعرف واش نهضر، انا على بالي واش قاعد نقول. انا نعرف بلي اكس ليبان تضركم انتم، اكس ليبان تضركم بزاف، واحد ما يهضر عليها، لان حمايه حتى 2056 حمايه حتى 2056. يا الحبيب يا الحبيب غدوه نجيب لك الفيديو، الحبيب غدوه بربي غدوه نجيب لك الفيديو. الحبيب دير ابو عبد العزيز، اين هي؟ دير ابو عبد العزيز. الاوراسي تيجيب الغدا يجيب الاتفاقيه يجيب ويفهمنا. انا غادي نفهمو دابا. ما تفهم والو ولدي، ما تفهم والو. واش تفهم؟ يلا خليني نسمع، يلا خليني نقرا. يعني انا نفتح الكاميرا. شوف الناس المختصين ماذا حدث في اكس ليبان. قراءة في محاضر جلسات الاستماع غشت 1955. الأستاذ جامع بيضاء مدير أرشيف المغرب. الناس المختصين شتي هنا كيقول لك تناولت أقلام عديدة. لو عرضنا محطة اكس ليبان كمنعرج حاسم نحو الأزمة المغربية الفرنسية التي تفاقم أمرها بشكل خطير بعد إقدام المقيم العام الفرنسي جنرال غيوم على إبعاد السلطان سيدي محمد بن يوسف إلى المنفى في غشت 1953. غير أن معظم الدراسات التي تطرقت موضوع الاكس ليبان تفتقر إلى الدقة في تحديد طبيعة اللقاءات التي احتضنتها تلك المدينة. فتحدث بعضها عن المؤتمر وبعض آخر عن التجمع والمحادثات والمفاوضات والمشاورات إلى غير ذلك من النعوت التي تنم عن عدم اعتماد أرشيف المرحلة التي يعطي فكرة دقيقة وموثقة عما جرى فعلا في اكس ليبان 1955. هنا عندي أنا هذا عندي 3 حوايج غتضرب لك كل شيء في الزيرو. تضرب كل شيء في الزيرو على أن الاتفاقية غير موجودة، وإنما كانت تخص في فترة محددة، هي حينما تم نفي السلطان محمد الخامس رحمه الله عليه وجابوا بن عرفة المكان ديالو. بمجرد قدوم أو عودة محمد الخامس إلى أرض الوطن تم وقف جميع المفاوضات أو المحادثات ديال اكس ليبان الشريف. وهذا من مصدر مدير الأرشيف المغرب. ها أهل التخصص يا الشاوي، والتحدي مازال قائم. أنا ما غاديش نبين الباقي حتى تجيب لي ما يفند.